السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ هنعمل النهارده مع بعض حلويات رأس السنة. يا رب يجعلها سنة سعيدة يا رب، وسنة بيضة كده علينا وعليكم بإذن الله. هنعمل حاجة سهلة أوي مش مكلفة بإذن الله عليكي، وطعمها جميل جدا، حتى أنا باكل منها جميلة جدا. في الأول كده هنجيب بقى بسكوت سادة، أي نوع تحبيه أو أي حاجة تفضليها الموجودة عندك. أنا هنا معايا 3 باكت من الكبير اللي هو الفيري ده، ومعايا 4 من الاتنين اللي هو الصغير. الفيري ده ب5، التاني ب2 جنيه. فالمهم احنا عايزين نوصل لكام جرام في النهاية؟ 350 جرام من البسكوت السادة في الكبة كده. وهنفرمه طبعا. لو انت ما عندكش كبة حطيه في كيس بلاستيك ودقي عليه بالمشابة او بأي حاجة كده لحد ما يتفرم ناعم خالص. الطريقة دي سهلة وبسيطة بإذن الله تقدري تعمليها، وحاجة كده سهلة وبسيطة تقدري تعمليها لأولادك في رأس السنة، السنة الجديدة. أي حاجة بنفرح بيها أولادنا. خلاص، انا هفرم بقى البسكوت ده، وبعد ما افرمه هنرجع نشوف هنعمل ايه فيه تاني مع بعض. انا هنا خلاص طحنت البسكوت ده، خليته ناعم جدا كده. طبعا انا مش هضيف عليه سكر. ليه مش هتضيف عليه سكر؟ لان البسكوت اللي معايا ده مسكر، داخله سكر. لو انت في بقى بسكوت تاني بيبقى ساده ما بيبقاش فيه سكر، ممكن تجيبيه. لو انت يعني عايزه تستخدمي الوصفه دي بسكوت ساده بدون سكر، هتجيبيه وتضيفي للخليط ده ربع كوبايه من السكر المطحون. لكن انا هنا ما حطيتش سكر. ليه؟ علشان البسكوت اللي معايا ده بسكوت فيري مسكر، والبسكوت التاني برضو مسكر، فعشان كده انا ما حطيتلوش سكر. خلاص. خلاص احنا كده طحناه كويس. هاتي بقى 4 معالق من الكاكاو ونخليهم كده، هعديهم على مصفى سلك. قلبي بقى يا حبيبتي كل المكونات دي كده مع بعضها، الكاكاو مع البسكوت، خلي كله كده يدخل في بعضه كده، وقلبيه كده كويس. طبعا لو زي ما انا قلت ما تنسيش الخطوه دي. لو البسكوت اللي انت هتجيبيه بدون سكر، حطي ربع كوبايه سكر مطحون. مطحون، ما ينفعش سكر حبيبات، علشان ما يبقاش ايه، بس بيقرمش معاكي في الوصفه بتاعتك دي. وهاتي بقى كده نص كوبايه من الزبده السايحه، يفضل انها تكون زبده. بلاش سمنه او زيت، ما ينفعش خالص زيت. الزيت ده مرفوض تماما. يا ممكن تكون سمنه ماشي، بس انا بفضلها تكون زبده. نص كوبايه كده من الزبده، وخلي كل ده يتجانس. وحاولي بقى كله ايه، اخلطي كده كله مع بعضه. اخلطي الزبده مع مع البسكوت اللي معاكي كده. خلي البسكوت كله يتشرب من الزبده. وهو كمان ممكن ينفع سمنه، بس الافضل يعني النتيجه الافضل اللي هي بتكون زبده. ده لو انت بقى خلاص ما فيش قدامك الا السمنه وحابه ان انت تعملي الوصفه دي، ماشي هنستخدم السمنه. لكن لو انت موجود عندك زبده هتقدري تستغني عن السمنه دي تماما وتستخدمي الزبده. طبعا اللبن، انا هنا معايا كوبايه من اللبن، هشوف هاخد قد ايه واقول لكم في النهايه انا خدت لبن قد ايه. بس انت خلي كده كوبايه من اللبن جارك. الخليط اللي معاكي هياخد كوبايه من اللبن، ياخد كوبايه الا ربع، ممكن ازيد ممكن اقل. خلاص انا هنا خلصت العجينه تمام. ظبطتها لما سابت البوله اللي انا بعجن فيها خلاص. وممكن تقدري كمان، وطريه جدا، وتاخدي كمان كده قطعه من البسكوته اللي معاكي، تحاولي تشكليها كده في ايدك تشوفيها هتتشكل معاكي ولا هتتفرفت. طبعا هي ما اتفرفتتش اهي، طريه جدا واتلفت معاكي بكل سهوله. بالنسبه للبن يعني قولي انا خدت كوبايه الا ربع، ده فاض حوالي ربع كوبايه، انا خدت كوبايه الا ربع من اللبن. خلاص بقى هاتي كده ورقه من الزبده بقى، وشيلي الخليط اللي معايا كده، حطي كده على ورقه من الزبده، وحاولي تفردي على شكل مستطيل. يعني احنا عايزين نقفل عليها كويس جدا، بحيث ان هي ايه، بس ما يدخلهاش اي تشققات في العجينه، ما تبقاش بس مشققه معانا. يعني اضغطي زي ما انا بضغط كده بالظبط بورقه الزبده.
شوفي انا بضغط ازاي، اضغطي عليها كويس، وهفكها برضو عشان اوريكم شكلها. يعني انا هلف وارجع افك عشان اوريكي شكلها، عشان لازما ان دخلها اي تشققات منك خلاص هتيجي وانت بتقطعيها، فبالتالي هتتفرفت معاكي. فانت حاولي كده شدي زي ما انا بعمل كده كويس، واضغطي كده عليها قوي بورق الزبده علشان ايه، شايفين شكلها؟ هو ده المطلوب. وبرده وانا هسكت لا، هضغط برده عليها تاني علشان احاول ان انا اسويها تبقى كلها سوا واحد وما تتهراش معايا في الاخر. هنقفل بقى، قفلي كده عليها بورق الزبده كويس قوي قوي. تمام كده. حاولي ان هي تاخد الشكل اللي انت شايفاه قدامك ده. قفلي بقى كده عليها كويس بورق الزبده بس. قفلي حلو بقى كده من الناحيه دي والناحيه دي، برمي كده ورقه الزبده عليها، ودخلي التلاجة ساعتين 3 4، ما يهمكيش. بس انا الحقيقه يعني ما سبتهاش، يعني يا دوبك انا ممكن يكون سبتها ساعه، انا ممكن يكون سبتها ساعه وطلعتها على طول. حسيت ان هي شدت معايا طلعتها على طول. فكي بقى كده اللي انت عملتيه تاني اما نشوف شكلها عامل ازاي. انا اول مره افتحها يعني جبتها من التلاجة قدامكم على طول، ما فتحتهاش على فكره، فده اول مره افتحها نشوف بس شكلها عامل ازاي. بس انت طبعا كل ما تسيبيها وقت اكتر كل ما تاخدي نتيجه افضل. تمام ماشي. طيب احنا كده خلاص طلعناها منين، من التلاجة. هي لحد ما ماشي كويسه، بس لو انت بقى ممكن تقدري تعملي اللي تعمليها وتحطيها في التلاجة، تلفيها وتسيبها في التلاجة وتخرجي تعملي اي حاجه. بس انا الحقيقه عشان كنت قاعده لها متفرغه لها كده، فانا يا دوبك ايه سبتها ساعه وطلعتها. بس ماشي اهي الدنيا تمام معانا وبتتقطع كويس. قطعيها بقى زي ما انت عايزه، السمك اللي انت عايزاه سواء رفيع او تخين براحتك. انا حاسه كده ان السكينه الصغيره دي مش مظبطه معايا، نجيب السكينه الكبيره احسن. ايوه كده، اطلعي كده بالسكاكين التقيله دي وابتدي بقى قطعي زي ما انت عايزه بقى. الوصفه دي سهله جدا، وعلى فكره مش لازم ان انت تشتري لها بسكوت من بره. يعني عارفه البسكوت بتاع البيت اللي احنا بنعمله، انا عملت كذا نوع بسكوت على القناه، اكتر من كذا نوع واكتر من كذا طريقه. لو انت عامله بسكوت من ده اللي احنا بنعمله في الاعياد ده، او بسكوت الشاي او بسكوت ماري، او اي بسكوت انت عاملاه عندك في البيت، حلو قوي قوي هتبقى زي الفل. استخدمي واشتغلي على طول. بس انا الحقيقه علشان ما كانش عندي بسكوت من اللي انا عاملاه، للاسف كله بيخلص على طول ما شاء الله، فروحت اشتريت من بره بسكوت واستخدمت الوصفه دي. انا هنا بقى بعد ما قطعتها، هاتي طبق التقديم اللي انت هتقدمي عليه. دي شوكولاته انا مسيحاها كده، كان عندي حته كده من الشوكولاته قلت اخدها بدل ما هي مركونه اسيحها واستخدمها. طبعا انا قطعت، هاتي بقى كده القطعه من البسكوته اللي انت قطعتيها وغطسي كده في قلب الشوكولاته. نزلي كده البسكوته من النص الاولاني بس، مش كلها، النص الاولاني بس. نزليه كده في قلب الشوكولاته وطلعيه رصيه في الطبق. ما شاء الله طعمها اقسم بالله، انا كنت بكلمكم في اول فيديو وانا بسجل انا كنت باكل منها. طعمها ما شاء الله جميل جدا 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 جدا، بصراحة حلوة. فياريت انا عايزاك تجرب الوصفة دي، حاجة سهلة وبسيطة ولادك هيفرحوا بيها جدا. المشكلة ان احنا نفرحيهم بأي حاجة بسيطة. طبعا انا هنا بعد ما خلصت عندي شوكولات شيبس، قلت برضه استخدمه. ممكن ما عندكش تمام مش لازم، ممكن فرماسيلا اللي موجود عندك، ولو مش موجود هتبقى حلوة قوي قوي، اشتغلي وسيبيها. بس انا عشان موجودة عندي قلت اخد بس كده واحدتين 3 واحط عليها كده بس على الوش. طبعا احنا عارفين ان الجو برد فالشوكولاتة شدت معايا جمدت. يعني طبعا البرد عكس الصيف. لما يكون الدنيا صيف بتبقى ايه جو حر وكده، الشوكولاتة دي بتبقى سايحة وبتمسك معاكي بصعوبة. لكن طبعا الدنيا برد، مش عايزه اقول لكم والله العظيم تماسكت معايا على طول على طول، ما خدتش اي وقت من غير ما احطها في التلاجة حتى. تقدري انت تزينها كده بشويه شوكولات بشويه فرماسيلا، لو ما فيش لا ده ولا ده حلوه زي الفل، مش هتقول لا، جميله قوي. سيبيها كده واديها لاولادك هيفرحوا بيها جدا. ايه رايك بقى، حلوه ولا وحشه؟
ما شاء الله الطريقة دي يا ريت لو عجبتك اعملي اشتراك لو مشتركتش في القناة وفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد مني، وحطولي لايكات 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 كتير قوي، عشان بصراحة انا لايكاتكم وبصاتكم بتفرحني جدا وبتشجعني.